لو عايزين حمام بدون امراض وخالي من الامراض تماما يبقى الفيديو ده مهم جدا علشانكم، ولو عايزين انتاج غزير جدا من الزغاليل برضو الفيديو ده مهم جدا علشانكم، ولو عايزين حمام بصحة قوية جدا وبصحة جيدة يبقى الفيديو ده مهم جدا علشانكم. خليكم معانا ما تروحوش بعيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجعنا لحضراتكم بفيديو جديد وجديد شديد عند اخونا ابو عمر. هتقدم لنا ايه النهارده يا ابو عمر؟ هتتحفنا بايه النهارده يا ابو عمر؟ النهارده معانا ومعاكم من عند الحمام، وهنقدم لكم فيديو قوي جدا. ولكن قبل اي شيء خليني اقول لحضرتك، لو انت اول مره بتزور قناتي على منصه اليوتيوب انزل واشترك في القناه علشان يوصلك منا كل جديد. ولو حضرتك مشترك اخي الكريم اختي الفاضله، ولو حضراتكم مشتركين دعم اخوكم ابو عمر باللايك الجميل منكم علشان الفيديو يرتفع وينتشر في كل مكان، وتكونوا سبب في نشر اي معلومه مفيده، الفيديو يكبر وينتشر فغيركم يستفيد بهذه المعلومة وتكونوا سبب في نشر الفيديو. ولا تنسوا يا جماعة قناة مع القرآن، هذه القناة صدقة جارية لوجه الله عز وجل. أنا وحضراتكم كلنا بنشارك في هذه القناة ابتغاء مرضات الله عز وجل. صحح النية أخي الكريم أختي الفاضلة، صححوا النية، قولوا إن إحنا بنشارك في هذه القناة ابتغاء مرضات الله عز وجل، وشيروا جميع فيديوهاتها. اللي حابب يدعم القناة عن طريق خاصية السوبر شات أو عن طريق خاصية الانتساب في القناة، او ان حضرتك تشار جميع فيديوهات القناه في كل مكان وتؤجر على ذلك. وان شاء الله اسيب لكم لينك قناه مع القران في اول تعليق مثبت علشان كلكم تستفيدوا، كلكم تدعموا هذه القناه، وشيرها مع جميع اصدقائك على جميع سبل التواصل الاجتماعي في كل مكان ان شاء الله وتؤجر على ذلك. عشان ما اطولش على حضراتكم كتير خلينا نبدا. ابو عمر بيرغي كتير، ابو عمر بيتكلم كتير، خلينا نبدا على بركه الله في فيديو النهارده. خليكم معانا ما تروحوش بعيد. هنتكلم النهارده يا جماعه عن بذور نبات مفيد ومهم جدا وقوي جدا 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 لصحه الحمام والجميع الطيور. وهنخدع الحمام يا جماعه وهنحط البذور على الكلفه ونقلبها كويس جدا، والحمام طبعا جعان فهياكل وهو ساكت. البذور اللي معانا النهارده يا جماعه مهمه جدا للحمام وبتحتوي على بوتاسيوم وصوديوم. لا ومش كده وبس، لا وكمان يا جماعه البذور اللي معانا النهارده اللي هنقدمها للحمام فيها مغنيسيوم وكالسيوم وحديد وزنك ونحاس وفوسفور. وكمان يا جماعه البذور اللي هنحطها للحمام النهارده منشطه ومغذيه وبتساعد على عمليه الهضم. يعني ايه الكلام ده يا ابو عمر؟ يعني بتخلي الحمام يهضم الاكل بشكل طبيعي. وكمان البذور دي يا جماعه نقدر نستخدمها كطارد للسموم وللقضاء على البكتيريا الضاره في جسم الحمام. خد اللي جايه دي كمان، البذور دي يا جماعه كمان نقدر نستخدمها كمنشط جنسي قوي جدا للذكور وللاناث عند الحمام. يعني ايه يا ابو عمر الكلام ده؟ يعني حضرتك تقدر تستخدم البذور دي في تزويد الانتاج عند الحمام، انك تخلي عندك انتاج غزير ملهوش اول من اخر. مش كده وبس، لا وكمان البذور دي يا جماعه نقدر نستخدمها كفاتح للشهيه ومحسن للدوره الدمويه عند الحمام. وكمان البذور دي يا جماعه بتقضي على الفطريات. ومش كده وبس، لا وكمان بتستخدمها حضرتك للقضاء على التشنجات عند الحمام. الله الله، كل دي فوائد يا ابو عمر موجوده في البذور دي. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. مش كده وبس، لا وكمان حضرتك تقدر تستخدم البذور دي النهارده علشان بتطرد الغازات عند الحمام. وتقدر حضرتك تقدم البذور دي في تقوية البصر عند الحمام. هيفيد بايه يا ابو عمر؟ طيب هيفيد حضرتك الناس اللي بتدخل الحمام السبق او بتنش الحمام علشان الحمام يبقى عارف بيته ويبص من على بعد يشوف العشه بتاعته او اللفت بتاعه، فبالتالي بتحتاج تقوي البصر عند الحمام. وكمان البذور اللي احنا هنستخدمها النهارده بتساعد في التخلص من الامساك عند الحمام. مش كده وبس، لا وكمان البذور اللي احنا هنستخدمها للحمام النهارده بتحتوي على دهون وكربوهيدرات والياف غذائيه يا جماعه. مش كده وبس، لا ده كمان البذور دي يا جماعه بتحتوي على فيتامينات كمان يا ابو عمر. فيتامينات بتحتوي يا جماعه على فيتامين ج، وبتحتوي على فيتامين ب 6 وفيتامين ب 12 وفيتامين ا وفيتامين د وفيتامين ك. طب يا ابو عمر عمال تقول لنا فوائد ملهاش حصر لها. طيب ايه هي البذور دي وهنستخدمها ازاي وهتقدمها امتى للحمام؟ البذور دي يا جماعه هي بذور الكرفس. الكرفس يا ابو عمر؟ ايوه الكرفس. تقدر حضرتك تستخدم نبات الكرفس تضربه في الخلاط على ميه وتقدمه للحمام على عطش. يعني ايه الكلام ده؟ هتاخد قد 5-6 عواد تحطهم على لتر من الميه وتضربهم في الخلاط كويس جدا ضربا مبرحا. ايوه ضربا مبرحا لحد ما تضرب الخليط كويس جدا، وبعدين تصفيه وهتقدمه للحمام على عطش.
ليه على عطش يا ابو عمر؟ علشان الحمام لو هو قرف من الميه فيضطر من العطش يشربها غصب عنه ويستفيد بالفيتامينات والحاجات اللي فيها، تمام؟ او ان حضرتك تقدمها كبذور للحمام. طيب لو بذور هنقدمها ازاي يا ابو عمر؟ ليك حالتين، حاله من الاتنين. لو حضرتك الحمام هياكلها معاك عادي مفيش اي مشكله، هيكون الحمام على جوعه وتقوم حاططها الاول للحمام ياكل، وبعد ما ياكلها تقوم حاطط له الكلفه اللي بتكلفها له كل يوم زي ما انت بتكلف يوميا، تمام؟ طيب طب مرضاش ياكلها يا ابو عمر هنعمل ايه؟ حضرتك هتخدعه ازاي؟ هتقوم جايب الكلفه وجايب مقدار ملعقه كبيره من الطعام، ملعقه الطعام، هتقوم حاططها على كيلو من الكلفه. كيلو كلفه، ركزي معايا يا اختي الفاضله، كيلو من الكلفه على ملعقه طعام كبيره من بذور الكرفس، وبعد كده تقلبوها كويس جدا وتحطوها للحمام على جوعه غصب عنه، وهو بيكلف هياكلها في وسط الاكل من غير ما ياخد باله. او ان حضرتك تخرطها حتت صغيره جدا وتقدمها للحمام. في ناس بتعود الحمام ان هو بياكل الخضره عادي مفيش اي مشكله. انا عندي في فيديوهات كتير عملتها، فيديو بذور الفجل، بذور الجرجير، الحاجات دي كلها خرطت الجرجير وقدمته للحمام وبفضل الله كلوا، بس خرطته حتت صغيره جدا اصغر من حبايه الذره كده، تمام؟ فكلها الحمام مفيش اي مشكله خالص على جوعه، واستفدت ان هو كلها كخضره وكمان شربها كمشروب، وتقدر حضرتك تقدمها كبذور زي النهارده بالطريقه دي. طيب يا ابو عمر طب هنقدمها كم مره في الشهر؟ حضرتك هتقدمها مره واحده في الاسبوع، والحاجه اللي بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها، تمام؟ ما تقوليش دي اعشاب وحاجات مفيده فتزود الجرعه بمزاجك او تزود عدد الايام بمزاجك، لا، الحاجه اللي بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها، تمام؟ ممكن حاجات تعمل معاك اسهال، تمام؟ فاستخدم الجرعه اللي بنقولها علشان خاطر ما تضرش الحمام بتاعك. مره واحده في الاسبوع يعني 4 مرات في الشهر. وده يا جماعه كان فيديو النهارده، اتمنى ينول اعجابكم، ولو عجب حضراتكم محتوى القناه لا تنسوا الاشتراك في القناه علشان يوصلكم منا كل جديد. ولو عجب حضراتكم محتوى فيديو النهارده لا تنسوا اللايك علشان اللايك بيرفع الفيديو دعما لاخوكم ابو عمر. اللايك الجميل منكم علشان الفيديو ينتشر في كل مكان، وتكون حضرتك او حضرتك سبب في نشر اي معلومه غيرك يستفيد بيها. وكمان يا جماعه لا تنسوا قناه مع القرآن، هذه القناه صدقه جاريه لوجه الله عز وجل. طبعا انا بنزل عليها فيديوهات ابتغاء مرضات الله عز وجل، ابتغاء مرضات الله عز وجل. نصحح النية يا جماعه انا وانتم ان هذا العمل ابتغاء مرضات الله عز وجل، ما بتعملش العمل ده عشان خاطر ابو عمر ولا عشان خاطر حد، ابتغاء مرضات الله عز وجل، نبتغي الاجر والثواب من الله عز وجل. وكل ربح هذه القناه بيخرج كامل لله، لا انا بستفيد شيء ولا انتم بتستفيدوا شيء غير الاجر من الله عز وجل، تمام؟ انا اذا كنت بنزل عليها فيديوهات او ان كنتم بتدعموا هذه القناه دعما لله فقط لا غير. اول تعليق مثبت ان شاء الله اسيب لكم لينك قناه مع القرآن. نحمل الخير للجميع، نتمنى الخير للجميع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.